عن تأسيس أول قوة فضائية تابعة للجيش الأمريكي، وده هيكون فرع خاص هيتبع القوات الجوية. مهمته الدفاع عن مصالح أمريكا الحيوية في الفضاء، واللي طبقا لوصف الجنرال جي ريموند القوة دي هتمثل أكبر قوة فضائية في العالم للحفاظ على التفوق المداري الأمريكي. لكن برضه لسه كبار مسؤولين الدفاع الأمريكي قلقانين من النشاط العسكري السريع للصين في الفضاء، وبيقولوا إن الصين بتوسع قدراتها الحربية الفضائية بسرعة مقلقة. القائد الأعلى لقوة الفضاء الأمريكية قال إن بكين بتستغل الفضاء عشان تكمل ما يسمى بالكيل تشين، ودي ببساطة استراتيجية من سلسلة خطوات لاكتشاف وتتبع وضرب الأهداف المعادية. يعني القمر الصناعي بيحدد الهدف، المحطة الأرضية بتثبت عليه، والأسلحة بتدمره، والنتيجة عدو أعمى وأطرش وغير قادر على الرد، في الوقت اللي فيه شبكة الصين مستمرة وبتقوم بواجبها بكفاءة. وبالتالي لو ما اتحركتش بسرعة الصين ممكن تتفوق عليها قريب. كمان قال إن الصين أتقنت تطوير أسلحة فضائية متقدمة زي الطاقة الموجودة